السلام عليكم خياتي امهاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وصحتكم مليحه. وقت اللي يدخل عليكم هذا لا فيديو جديد وروتين جديد مع اختكم امل ساميه. على بالي بلي طولت الغيبه عليكم، بصح الله غالب. راكم تعرفوا كامل خياتي ظروفي وتعرفوني علاش نطول الغيبه عليكم، الله المستعان. بصح نحب كي نطلع عليكم وانا نضحك وكل طاقه ايجابيه. نرحب بكامل متتبعات جدد اللي انضموا القناه، نقول لكم مرحبا بكم خياتي. الدار داركم، نورتوني وشرفتوني. والمتتبعات القدم اكيد انتم اغلى واعز خيات على قلبي. نشكركم بزاف على حبكم وعلى دعمكم، على تعليقاتكم الرائعه والمشجعه. ونقول لكم ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. رغم المرض ورغم كل الظروف الا انه تلقوني ديما واقفه ونتحدى في نفسي ونتحدى في الظروف، لانه ثقتي واملي في ربي سبحانه كبيره، وكل يقين بانه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، واذا قال للشيء كن فيكون. على هذا مهما كانت الحاله اللي راكي تمري بها ومهما كانت الحاله تاعك اليوم ولا درك، نقول لك خلي ثقتك في ربي سبحانه كبيره وشدي فيه. هو الوحيد اللي راح يجي النهار واللي راح يفرجها عليك وراح ييسر امورك باذن الله تعالى. ومن خلال كل فيديو نحطه نحب نعطيكم القوه والطاقه الايجابيه ونطلع المورال لكل وحده راهي تسمح فيا. ان شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، وربي يحقق كامل امانيكم ان شاء الله ويرزقكم من فضله، وقولوا امين. وحبسي هنايا كيما راكي. قبل ما تكملوا لا فيديو روحوا كامل خلوا لي هذيك الجام باش لا فيديو تاعنا توصل اكبر عدد من الناس. ماشي غير انا نحفزكم نطلع لكم المورال نخمم عليكم نعطيكم الطاقه الايجابيه، ما نتوما هنا يبان الدور تاعكم. يلا خليونا كامل هذيك الجام حبيبات قلبي، اكيد فضلا وليس امرا. وخلوا لي تعليقاتكم اللي تهمني بزاف، وبارطاجيو لي هذا لا فيديو مع كامل الناس اللي تعرفوها. المهم بارطاجيو لي لا فيديو مع حباباتكم صحاباتكم لا فامي الجيران لي باج فيسبوك لي جروب، وين تلقاو حاجه يبارطاجيو فيها بارطاجيوني هكا باش تكبر لمتنا وتكبر عائلتنا. واللي تحب امل ساميه اكيد هنايا على بالي بلي راح تعاونيه بالبارطاج، وربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا تكلت على ربي سبحانه وبديت شغلي، هويت كامل الدار، حليت التواقي البالكون باش تهولي الدار الله. وكنت غسلت الحوايج هما الوالا ورحت نشرتهم، ومن بعد شعلت القران وانا نخدم في شغلي او ميم طون نسمع في كلام ربي سبحانه اللي يعطيني وحده الراحه. تحسبوني ملكت الدنيا وما فيها، خاصه كي يكونوا ذراري يقراو ويكون الكان في الدار. ونصيحه ثاني خياتي، كي تشعلوا القران لازم تسمعوا له، مشي تشعليه وتروحي تهضري في التليفون ولا تقعدي مقصره مثلا معاك كاش واحد والقران ذاك راه يشعل غير وحده. لا لازم تشعليه راكي تسمعي له او ميم طون تخدمي في الشغل تاعك. وكما تعرفوا اختكم امال ساميه وهي تخدم في شغلها دائما كما يقول لك الهضره والمغزل. نحب في كل فيديو نجيب لكم همسه ولا نصائح اللي تستفادوا منهم وينفعوكم في الدنيا او في الاخره. شوفوا خياتي وسمعوني مليح، كاين بزاف عادات وكاين حاجات سهله وما تديناش كامل الوقت، لو كان نداوموا عليهم يوميا راح تخليك انسانه سعيده في حياتك، حتى ولو حياتك بسيطه وعايشه غير بالقليل. للاسف الوقت اللي وصلنا له الاغلبيه تاع الناس يحسبوا بلي الدراهم هما كل شيء في هذه الدنيا. صح على بالنا بلي الدراهم ملاح وبهم نقدروا نديروا بزاف حاجات وبلا بهم ما نقدروا نديروا والو. وكما قال لك ناس بكري يديروا الطريق في البحر، بصح ماشي هما كل شيء في هذه الدنيا. كاين حاجات واحد اخرين وكاين امور اهم من الدراهم. حنا ماذا بينا كما يقول لك نخدموا لها دنيا واخره، ماشي نخدموا غير الدنيا تاعنا وننساو الاخره وننساو باش نقابلوا ربي سبحانه. كاين قلت لكم العبادات اللي رانا نتهاونوا عليهم ورانا نبعدوا عليهم بزاف، واللي هي الصلاه وقراءه القران وذكر الله، اللي ما لازمش ننساوهم ونتهاون عليهم، خاصه في زمن كثرت فيه الفتن وزمن تطور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، والدنيا ماشي غير شغل حتى تفنى العمر. نخدموا الدنيا تاعنا او ميم ما ننساش الحاجات اللي راح يفيدونا في الاخره تاعنا. الحياه هذه اللي رانا نعيشوها راهي مؤقته وراهي فايته. الحياه تاع الصحيه اللي بعد الاخره حبينا ولا كرهنا لازم نخموا مع رواحنا ونقولوا باللي هذه الدنيا ماهيش هي الصح. لازم نديروا الحاجات اللي يفيدونا في الاخره وما نتهاونوش على العبادات تاعنا. انا ياك راني نهضر هكا مانيش اهل الذكر ولا المواعظ والارشادات الدينيه، برك هذو مجرد نصائح نذكر بهم نفسي انا اولا قبل ما نذكركم نتوما، ومن بعد نذكركم نتوما معايا، لاني نحبكم كامل نمشوا في طريق ربي سبحانه ونمشوا في طريق الخير. كما الاخت اللي قالت لي المعرفه تاع راني نتهاون ونتكاسل على صلاه الفجر وما رانيش نصليها، ونقول لك حبيبتي حتى انا وحده منكم راني نجاهد في نفسي والله العظيم. كنت تشوفوني غير راني نجاهد في نفسي باش نوض نصليها. الحمد لله عندي مده وانا مداومه عليها، تلقاوني نريقل في الرافاي ونزيد نبرمج عقلي قبل ما
نرقد نقول لازم نوض نصليها، نقولوا يا ربي فطني لصلاة الفجر، وتأمنوا قبل ما يصوني الريفي ونكون نضت. لازم نجهدوا نفوسنا قد ما قدرنا. وبصلاة الفجر في وقتها سبحان الله تحسي بوحد الراحة ووحد الطمأنينة حتى ولو كنتي ماكيش مليحة، لأنه صلاة الفجر تعادل الدنيا وما فيها، ويفوت نهارك ما شاء الله. واللي تحب صح تذوق فضل صلاة الفجر تجربها وتشوف، تحسي بوحد الشعور نهار كامل، على بالي بلي يعرفوا غير اللي صلاها في وقتها. وزيد بصلاة الفجر تبقاي نهار كامل في ذمة الله. وربي سبحانه قال على اللي يتهاون على صلاته برك، ماشي على تارك الصلاة. تارك الصلاة راه يعد من الكفار، غير اللي يتهاون برك عليها قال عليه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو عبارة عن نهر في جهنم والعياذ بالله. شوفوا سبحان الله اللي يتهاون في صلاته واش قال عليه ربي سبحانه. ديري في بالك حبيبتي بلي صلاة الفجر هي البركة في حياتك، في شغلك، في دارك، في الدنيا تاعك كامل. إذا شفتي نهارك ما فاتش مليح أنا نقولك غير راجعي روحك، خلي دايما صلاة الفجر هي الحاجة الأولى اللي تبداي بها نهارك. وما تحرميش روحك من الوقوف بين يدي الله، لأنه كما قلت لك هي سر السعادة والراحة والبركة في نهارك. النهار اللي يبدأ بذكر الله تأكدوا بلي راح يكون فيه خير كبير لنا، ورب سبحانه يجعلنا من المحافظين عليها دائما يا رب، قولوا آمين. وهنا نرجعوا للروتين تاعنا وشوفوا لي التحضيرات المسبقة كي تنحي عليك الهم وتنحي عليك التعب وتنحي عليك التخمام. هنايا كنت جبت من الكونجيلاتور الحاجات اللي وجدتهم معكم مرة في فيديوهات سابقة، هذوك لي ميني برجر ولي ميني بيتزا، وهذيك الخضره تاع اللي وجدتها تاع لاصوب تاع العدس اللي كنت درتها في الكونجيلاتور. قطعت هذيك الخضره ودرت معاها كشغل، وجدت لها كاع صوالحها باقي لها غير لي زيبيس وصايي. وجدتها في ذيك الباطه وخليتها في الكونجيلاتور. ثاني جبتها ما كنتش قادره، كنت خلاص خدمت شغلي نقدر عليه وتعبت، جبتهم من الكونجيلاتور. جبت لاصوص طوماط ثاني كانت واجده. والله غير صح هذه الافكار والتدابير والتحضيرات المسبقه تنحي عليك وحده التعب، وتنحي عليك تخمام كبير شغل تكوني موجدتهم قبل تجبديهم وخلاص. وانا خياتي كنت وجدت معكم هذا الحميس، حميس اكسبريس. اذا كنتم مهتمين صح ندير لكم بالتفصيل وبمقادير مضبوطه، معناتها كلش بمقادير مضبوطه، ما تتعبي ما والو. هنا كنت درت كميه مليحه تاع الفلفل، ودرت شويه تاع الحار، درت غير نص حبيبه تاع طوماطيش ماشي بزاف، وزوج سنه ثوم. انا هنا خدمت كميه غير تاع 3 ايام 4 ايام ماشي بزاف. ومن بعد رحت درتهم في الاشوار اشيتهم، ودرت كميه مليحه تاع الزيت لانه يحب الزيت. حطيتهم فيه حتى ينشف الماء. هنا يطيب لكم خياتي في 10 دقائق ربع ساعه يكون واجد. حميس كما قلت لكم اكسبريس، ما ضري لا تشوي في الفلفل وفي الحار وديري الدخان على عمركم مدوده ومسوده هذيك الكويزينير، وجديه وتهناي كما يقول لك وجدي تاع سمانه 15 يوم وتهناي على مره. هنا خياتي قلت لكم بعد اللي كنت نشف كامل من الماء وقليته درته هنايا وما فيه والو، فيه غير شويه فلفل كحل وشويه تاع الملح. كنت وجدت باللاره حطيته فيها وندير له شويه تاع زيت زيتون من الفوق. هذا مكان كل يوم كي تحطي ماكلتك فطور ولا عشاء تجبدي منه وشويه. قلت لكم خياتي اذا حبيتوا نعطيكم مقادير مضبوطه هكا توجدي كونتيتي تاع 15 يوم، ومام يساعدكم رمضان بزاف توجدوه كل مره كونتيتي تاع 10 ايام 15 يوم تنحي عليكم الغلبه. هنا شوفوا لي كيفاش جا، والله يا خياتي لو كان ذوقوه البنه تاعو واش نقول لكم بنته ولا اروح تاكلي منه طبسي ما تشبعيش. ومن بعد اللي وجدته هو رحت هنايا باش ندير هذيك الخضره والعدس الاحمر اللي كنت وجدتهم معكم في ذيك الباطه ثانيك نديرهم ديريكت يتقلاو. هنايا ما رحت نقيت خضره ما كيما يقول لك تعبت روحي ما والو، والله غالب الوحده تخدم على قد صحتها كيما دائما نقول لكم، وتخدم على حسب الظروف تاعها. درتهم ديريكتهم كيما راكم تشوفوا هنايا باش يتقلاو. لي زيبيس درت لهم غير شويه تاع شويه فلفل الكحل والكركم وراس الحانوت. هذا واش نحب تقريبا واش راني ندير بزاف في لي زيبيس في لي سوب. ومن بعد مرقت خليتها طيب في غرضها طابت. درت لها 2 حبات تاع الفرماج ميكسيتها. ومن بعد وجدت معاكم هذوك لي ميني بيتزا راكم شفتوهم قلت لكم لاصوص طوماط كانت واجده. زدت لهم غير شويه فروماج رابي من الفوق، وهذوك الخبيزات اللي راكم تشوفوا فيهم ما عمرتهمش على اساس ميني برجر، درت لهم غير شويه تاع فروماج وبريسيتهم وجو واحد البنه كي هما كي لاصوب ما شاء الله. خياتي اي حاجه تنقص عليكم التعب وتنقص عليكم الوقاف في الكوزينه ديروها وعينكم مغمضين. حنا نسا رانا نخدموا بزاف شغل كما يقول لكم مسؤوليتنا كبيره بزاف. المهم اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ومن بعد هنايا رحت باش ندير معاكم واحد التحليه سهله ماهله تبرد على القلب ومقاديرها جد بسيطه. هنايا جبت الكسرونه تاعي حطيت فيها ريتله تاع الحليب وزدت عليها 3 مغارف معمرين مليح تاع المايزينا كيما شفتوهم راني معمرتهم مليح، ومغرف الرابعه درتها فرينه.
معناتها 3 مغارف تاع المايزينا معمرين مليح، ومغرفه الرابعه فرينه، ومغرفه كبيره معمره تاع الكاكاو، وباكي تاع فلون فاني تاع شوكولا، ودرت 5 مغارف تاع السكر. اللي تحب الحلاوه بزاف دير 6 مغارف، انا 5 مغارف جاتني الحلاوه هذيك هي. ونخلطهم بالفوي غير شويه، ومن بعد نحطوهم فوق النار ونبقاو نحركوا فيهم حتى يثقل لنا الخليط تاعنا ويبدا يدير لنا في هذوك الفقاعات نطفيو عليه. هنايا حكمت البيركس تاعي وجبت هذا الكاطو تاع التحليات. وانتم خياتي ماشي لازم تتقيدوا غير بهذا الكاطو، اي كاطو تاع تحليات يكون عندك ديري به نورمال. المهم تغطسي هذاك الكاطو في الحليب وتحطي في السنيوه تاعك ولا في البلا تاعك تحليه، اسهل منها ما كاش. تدفي كامل الطبقه الاولى تاع الكاطو، زيدوا الطبقه الاولى تاع الكريمه اللي خدمتها معاكم. هنا خياتي الوحده لازم تكون خفيفه باش الكريمه ما تجمدلهاش، لانه بالخف تجمد، ولا تكوني حاطه ولدك ولا بنتك قدامك وتخليها تحرك لك فيها. كيما انا كنت خليه بنتي حدايا كانت هي اللي تخلط فيها باش ما تجمدليش. درت الطبقه الاولى تاع الكريمه، زيدوا ثانيك الطبقه الثانيه تاع الكاطو، ومن بعد ثانيك الطبقه الثانيه تاع الكريمه، ومن بعد ثانيك نزيدوا الطبقه الثالثه تاع الكاطو والطبقه الثالثه تاع الكريمه. حاجه سهله مهله. ومن بعد اللي نديروهم كامل ونستفوهم نروحوا نديروها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور، نخلوها تشد روحها غير شويه هذيك الكريمه، وحنا نروحوا نوجدوا الغاناج ولا الطبقه اللي راح نديروها كامل من الفوق. هنا خياتي تحبوا ديروا الشوكولا تاع البايط، ديروا نص طابلات وديروا معاها 2 مغارف ولا 3 مغارف حليب في الكسرونه وذوبوها، ولا كيما درت انا كانت عندي هذه شوكولاته الطلاء، درت منها قيس 2 مغارف اللي كانوا كاينين، وزدت عليهم 2 مغارف تاع الحليب، خليتهم فوق النار بالخوف هكا، خلطتهم قد ما ولات لي شويه سايله وتمشي لي فوق هذاك فوق التحليه، غير 2 مغارف ما تكثروش. واذا كان عندك ميكرووند معليش بلا ما تزيديها حليب دخليها للميكرووند تذوب لك غير شويه وحطيها فوقها. بعد لي شدت روح هذيك الكريمه في الكونجيلاتور، بعد 5 دقائق ولا جبدتها، درت لها هذا الكاناج تاع الشوكولا من الفوق، والتزيين من الفوق حبيباتي يكون اختياري، عندك مكسرات، عندك اي حاجه تحبيها انت ولا يحبوها وليداتك. انا ما كان واجدني والو غير هذاك الكاطو باسكو ديجا قلت لكم بنين، فتتو وحطيتو من الفوق ودرتها هنايا في الفريجدير. هنا خياتي انا ما خليتهاش بردت مليح على جال باش نصور ونقطعها باش تشوفوها زعما ونكمل التصوير تاعي. راكم عارفين التصوير يدي وقت، هنا لازم التحليه ديروها على البكري وتخلوها تقعد لكم مده مليحه في الفريجيدير، على الاقل توجدوها قبل ما تاكلوها بساعتين ولا 3 باش الشوكولا تشد روحها مليح. بصح واش نقول لكم، جات التحليه بزاف هايله بنينه سهله مهله ما فيهاش مقادير تكلفكم. هذه هي لا فيديو تاعي خياتي، نتمنى تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي كما قلت لكم جام تعليقاتكم المشجعه، ونقول لكم نحبكم بزاف بزاف، تهلاو لي في روحتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله تعالى.